صباح الخير. نزلت على انستجرام وتيك توك عندي سكتشز رسمتها في اسكندرية urban sketches من 2020 تقريبا أو 2019 لحد التاريخ ده. فعايزة أعمل لكم سكتش بوك تور أو سكتشز تور أكتر، مش من سكتش بوك واحد. من الحاجات اللي رسمتها من اسكندرية من أول ما بدأت urban sketching، بما إني بدأته من اسكندرية. قبل ما ابتدي اجيب سكتش بوكس كنت بجيب ورق عادي، بتبقى موجودة في كل المكتبات. لو انتوا في مصر بتبقى في سمير وعلي والمكتبات دي، اللي هي بتبقى حاجات كده A4 أو A3، وبتبقى 300 جرام. قبل كده ما رسمتش على 300 جرام، رسمت على أقل. كنت برسم أول حاجة ابتديت بيها، رسمت برصاص وبعد كده بحبر. كنت خايفة قوي من خطوة ان انا ارسم بالووتر كولرز، وبعدين مجرد ما اتجرأت وجربت بقيت احب ان انا ارسم اكتر حاجة بالووتر كولرز. فالووتر كولرز مهم ان انتوا تجيبوا 300 جرام. الورق يكون سمكه 300 جرام، ممكن اقل بشوية، بس هو 300 جرام احلى حاجة عشان تقدروا ترسموا من وشه ومن ظهره كمان. فقبل ما اجيب سكتش بوك كنت بدأت ارسم بالورق ده. فهوريكوا الحاجات اللي رسمتها في الأول. ده تقريبا رسمته في 2020 وقت كوفيد، كورونا، أو قبله مش فاكرة. لا تقريبا وقته. فده رسمته ما كنتش في اللوكيشن نفسه، رسمته من صورة. يعني ممكن حتى مش لازم كل حاجة ترسموها وانتوا في المكان نفسه، ممكن من صورة. تاني سكتش برضو بحبه مسرح سيد درويش، وده برضو من صورة. انا مش عارفه هو ده فندق ميرامار، اسمه ميرامار ولا مش عارفه اسمه ايه، بس انا المبنى ده بحب شكله قوي، تقريبا احلى مبنى في اسكندريه كلها. وفي عندي السكتش ده اهو، انا كاتبه عليه 2020. ده كان ممر كده جنب كافيه في شارع فؤاد. دي برضو بدايات الووتر كولرز. ايه تاني في اسكندريه؟ في ده بابين في المنشيه، صورتهم وبعد كده رسمتهم، شكلهم حلو قوي. لو انتوا عايشين في اسكندرية او جايين اسكندرية وبتحبوا الرسم او التصوير، ف طبعا مش في الجو ده، يعني في الشتاء او في الخريف، منشية ومحطة الرمل شارع فؤاد هم دول احسن الاماكن فيها حاجات اثرية او حاجات مختلفة تقدروا تصوروا او ترسموا فيها. اوكي، بعدين جبت السكتش بوكس دي، جبتها من امازون لما كنت مسافرة، وابتديت بقى ان انا ارسم في سكتش بوكس، بس يبقى كله ملموم بقى جوه السكتش بوك. مش لاقيه زيها في مصر الصراحه، بس هحاول احط لكم في الديسكريبشن الحاجات اللي لقيتها موجوده في مصر شبهها، وتبقى 300 جرام وتبقى جوه، وتبقى سكتش بوك كده شكله حلو. بس ده اول واحد جبته. كنت مسافرة بره فرسمت بقى حاجات من بره، بس عايزة اوريكم النهاردة ايه السكتشز اللي في اسكندرية الأول. اوكي، انا بحب السكتش ده. عارفينه ده؟ محل الورد اللي في شارع فؤاد، هو أقدم محل ورد في اسكندرية تقريبا كلها. هنا كوبري ستانلي، وهنا اللون باظ مني شوية بس مش مشكلة، يعني لما تشوفوه كده بيبقى شكله أحلى. هنا القاهرة، القاهرة. بص دي من القاهرة، يعني من القاهرة مش من اسكندرية، بس أنا بحب السكتش ده. عربية فول. ده بعد ما رجعت اسكندرية كان في الاربن سكتشرز بتوع اسكندرية كانوا عاملين ووك تور في المنتزه، فرحت معاهم رسمنا يعني مع بعض. كنا كلنا بنات كده وكان يوم لطيف. ورسمت دي المبنى اللي فيه الساعة، وده باب كان جنبه. ده واحد، هو ده تقريبا اكتر سكتش بحبه من اللي رسمتهم في اسكندرية. ترام القديم في محطة الرمل. اوكي، وده كمان اكتر سكتش بحبه. البيج كلها على بعضها بحبها. القلعة في بحري ومراكب برضو في بحري. جوه المتحف اليوناني، وده برضو في المنتزه، قصر المنتزه.
ألوان القصر نفسها من برا حلوة، وهو القصر حلو في الرسم. وده برضو جوه المتحف. السكتش التاني برضو أولا بحب شكله من برا. ده برضو من المتحف اليوناني. كنت نازلة مع طلبة من كلية عمارة، كنت بكلمهم عن الأربن سكتشنج ورحلتي يعني في الأربن سكتشنج والرسم المعماري. السكتش ده من دهب مش من اسكندرية، بس بحبه برضو. السكتش ده من زيزينيا. كنت بجرب. بصوا الألوان دي أنا دايما بلون بألوان اللي هي الباليت بتاعت فان جوخ، وبعدين من كام شهر كده وصلني الألوان بتاعت سينا اللي هي دي. ده أصغر حجم عندها. بجد الألوان بجد جميلة والألوان تقيلة يعني. أهي ما تفرقش أي، ممكن أحسن كمان من بتاعت فان جوخ فعلا. بصوا أوريها لكم من جوه. أنا عملت فيديو عنها قبل كده. 6 ألوان بس، انتوا تعملوا ميكس ما بينهم وتلونوا براحتكم. الألوان تقيلة وحلوة، مش بتكلكع، مش بتقطع، مش خفيفة. السكتشز اللي جاية كنت نازلة يوم شارع فؤاد أرسم بس المباني اللي فيها، مش كل المباني يعني. رسمت 4 سكتشات وصورت لكم فلوج هحطه لكم هنا. ده كان أول سكتش، وده كان تاني سكتش في شارع فؤاد، وده التالت. مبنى قديم قوي. الشباك انا شفت الشباك حلو كده متكسر من هنا وشكله كان تحفة. وسينما امير. والسكتش ده كان من يوم قضيته في ريكسوس المنتزه. وده برضو صورت فلوج وانا برسمه. ده رسمته بحبر بس من غير ووتر كولرز. بحب قبل كل شهر ان انا اعمل مود بورد على بنترست. دايما بيبقى فيها الحاجات اللي عايزة اعملها، المود بتاع الشهر الجاي هيبقى عامل ازاي. فعملت كده لشهر 8. عملت على بنترست بورد أوجست، ورحت المكتبة طبعت نعمل جورنال مع بعض وبس. تعالوا نعمل جورنال سوا. ده الجورنال بتاعي. بحط فيه المود بورد للشهر الجديد، للسيزون الجديد، مثلا صيف، خريف، شتاء، ربيع. وكمان لما بيبقى مثلا بعمل كده جانك جورنال، اللي هو مثلا صورة، فاتورة، تذكرة سينما، تذكرة متحف. الحاجات دي حاجات تفكرني يعني اليوم ده، أو لو كان مثلا فترة تفكرني بالفترة دي.